عارف يعني إيه صوت يخليك تحس بالأمان وتبتسم وإنت بتسمعه؟ صوت يطمنك ويهديك ويفكرك بأيام الإذاعة الجميلة اللي كلها سحر. النهاردة في شخصية مؤثرة هنتكلم عن واحدة من رموز الإعلام الإذاعي المصري وصاحبة أشهر جملة إذاعية: غمض عينيك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وانت الجدع، تشوف رشاقة خطوتك تعبدك، لكن انت لو بصيت لرجليك تقع. عجبي. هي الإذاعية إيناس جوهر، واللي عاشت في مصر الجديدة ودخلت كلية الإعلام قسم لغة إنجليزية، لكن ما حبتش تكمل في اللغة الإنجليزية وحولت لقسم لغات شرقية. اتربت إيناس جوهر في بيئة كلها مرح وحب، وده انعكس على شخصيتها. وبعد الجامعة كان حلمها تكون مضيفة، وده بسبب حبها للسفر، لكن والدها رفض الفكرة وطلب من ابن عمها الصحفي سامي جوهر إنه يقنعها إنها تتقدم لاختبارات الإذاعة، وأقنعها بدخول الامتحان، وتم رفضها وقتها من الأستاذ جلال معوض والأستاذة أميمة عبد العزيز، وتم قبولها من الأستاذ عبد الحميد الحديدي. وبدأت العمل في الإذاعة سنة 1971، وكانت دفعة بتضم درية شرف الدين وهالة الحديدي، واستمر تدريبهم لمدة سنة في الاستديوهات يتعلموا اللغة العربية الصحيحة وتنفيذ نشرة الأخبار. وبسبب دراسة إيناس جوهر للغات الشرقية أثر ده على نطقها ومخارج الحروف عندها، وبدأت تتعلم اللغة العربية الصحيحة بقراءة القرآن، وقدرت تقول هنا القاهرة. وكانت بدايتها كقارئة نشرة أخبار في الإذاعة في البرنامج العام، ومرت عليها حرب الاستنزاف اللي حققت النصر، وكانت إيناس جوهر ودرية شرف الدين الصوتين النسائيين الوحيدين اللي قرأوا البيانات العسكرية، وسافروا الجبهة للمشاركة في حفلات الترفيه للجنود لرفع روحهم المعنوية. وتم اختيارها لقراءة نشرة الأخبار في التلفزيون، واستمرت في العمل في التلفزيون لمدة 4 سنين، لكن ما حبتش التجربة، وكانت دايما تقول مش بحب الكاميرا ولا هي بتحبني. وطلبها الأستاذ طاهر أبو زيد رئيس إذاعة الشرق الأوسط، وبدأت رحلتها في عالم المنوعات. كانت البداية في برنامج بنصبح عليك، وبعد كده قدمت أشهر برامجها تسالي، واللي قالت عنه إنه أهم برنامج في حياتها، لأنه كان برنامج يومي ثقافي متنوع، والمعلومة بتوصل للمستمع بخفة دم وبساطة. وحصلت على جايزة أفضل برنامج رقم 6 بين إذاعات العالم من خلال مسابقة أقامتها إذاعة مونte كارلو. وكان من أهم برامجها الإذاعية ضيف على الفطار وعالم الصباح وألبوم الذكريات وقصة فيلم. وقدمت مع المطرب عبد الحليم حافظ فوازير للإذاعة، وكمان اشتغلت معاه في مسلسله الإذاعي أرجوك لا تفهمني بسرعة. وخلال مشوارها الإذاعي حاورت كتير من النجوم زي الأديب نجيب محفوظ وأنيس منصور، وكان ليها انفراد وحوار مع أيقونة الكوميديا شارلي شابلن. واتعرض عليها دور زوجة حنفي في مسرحية المتزوجون مع سمير صبري وجورج سيدهم، وبدأت البروفات، لكن بعد شوية اعتذرت عن الدور. ولما سألوها عن السبب كان ردها إنه لا يصح إن مذيعة صاحبة كلمة وقارئة نشرة إنها تقف على المسرح تقول إفيهات. تولت الإذاعية إيناس جوهر العديد من المناصب، أهمها رئيسة شبكة الشرق الأوسط، وبعدها رئيسة للإذاعة المصرية. خلصت حلقتنا، استنوني في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة صالح.